أهو ده اللي محدش كان يصدقه أبدا. في قصص ممكن تتقال وتتصدق أو حتى يتشك إنها فعلا حقيقة، أما اللي هحكيهولك النهاردة هو أبعد كتير من الخيال. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. من أيام قليلة قوي انتشر كلام كتير على السوشيال ميديا إن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري اللي ظهر في برنامج مع مذيع أجنبي مشهور جدا، وده من أشهر برامج البودكاست في العالم، ملايين من الناس في كل الدول بتسمعه حرفيا. إنما الغريب في القصة دي هو إن المذيع طلع وقال إن حلقة دكتور زاهي حواس أسوأ حلقة عملها في حياته. Was this the pad that Zahi was using right here? This one? Maybe. That might have been the worst podcast I've ever done. الله، طب ليه؟ لأن الدكتور زاهي حواس قال في الانترفيو ده اللي محدش كان عايز يسمعه، وهي نظرية ما تحت الأهرامات. في أوائل شهور سنة 2025 في دراسة انتشرت وقلبت الدنيا عن اكتشاف مدينة بالكامل تحت الأهرامات وأعمدة ضخمة جدا. وهنا جهز نفسك لأننا رايحين في رحلة لتحت الأهرامات. الدراسة دي عملها من مجموعة من الباحثين الاسكتلنديين والإيطاليين، وبيقولوا إنهم في الدراسة دي استخدموا خاصية جديدة من خاصيات المسح الأرضي، يعني حاجة كده تقدر تقول عليها إنها بتعمل إشعة بس على الأرض وتشوف اللي تحتها، واسمها SAR. وقالوا إنها اكتشفوا تحت الأهرامات مدينة كاملة ومتوزعة بشكل هندسي معين، وفي 8 أعمدة عملاقة جدا تحت الهرم، وحوالين كل واحد من الأعمدة دي سلم بشكل حلزوني، يعني لافف حوالين كل عمود. وقالوا إن أكيد الغرف اللي تحت دي هي غرفة قاعة السجلات. وهنا حتة تانية خالص من القصة. مفروض إن قاعة السجلات دي هي أوضة على حسب ما بيتقال في النظريات فيها أغلى وأكبر الكنوز اللي مدفونة تحت الأهرامات. ومش بس كده، ده فيها أسرار بناء الأهرامات. وخد الكبيرة، الأوضة دي فيها كل أسرار التاريخ وأسرار مدينة أطلانتس المفقودة، بل ممكن تكون هي مدينة أطلانتس نفسها لو كنت سمعت عنها، ولو ما كنت سمعت عنها في حلقة كاملة معمولة عنها تقدر تروح تسمعها. وكمان فيها أسرار حضارة ما قبل الطوفان، وطبعا هنا مقصود الطوفان اللي غرق الأرض وقت سفينة سيدنا نوح عليه السلام. وفي ألواح مكتوب عليها أسرار التكنولوجيا المتقدمة اللي احنا بنعيشها النهاردة، وإن المصريين القدماء هم اللي تعمدوا يخفوها، وإن الأوضة دي مكانها تحت واحدة من مخالب أبو الهول، وإنها مش بتتفتح إلا للإنسان المستعد ليها وللعلم اللي فيها. وفي التسعينات يحصل قلق كبير لأنه في مسح زلزالي اتعمل عند أبو الهول، ويكتشفوا إن في فراغ تحت واحدة من مخالبه فعلا. بس يبقى دي قاعة السجلات. ثواني ما تتسرعش يا أخي، لأن دي مش الحاجات الوحيدة اللي هتخضك النهاردة، لأن في نظرية مرعبة أكتر، وهو مكان الهرم نفسه، لأن مكانه تحت أكبر بوابة نجمية. والبوابة النجمية دي عبارة عن فكرة بتقول إن البوابة دي بوابة ما بين الأرض وأماكن تانية في الكون. ممكن تكون بوابة تطلعنا على أماكن بعيدة، وممكن تطلعنا على الفضائيين أو في عالم موازي. وهنا قصة تانية خالص، هو إن البوابات النجمية دي اللي لسه بحكي لك عنها هي اللي بيجي منها الفضائيين للأرض. وطبعا بسبب العظمة بتاعة الأهرامات اللي ما فيهاش احتمال غلط ولا 1%، قالوا إنه مستحيل يكون عمل ده بشر زينا، ده أكيد الفضائيين جم الأرض وبالتطور بتاعهم بنوا الأهرامات مع الفراعنة. ده كمان قالك إن الأهرامات دي ما كانتش عشان دفن الملوك، والكلام اللي أنا وإنت نعرفه ده عشان تكون مولدات طاقة عملاقة على الأرض. تسلا ده عالم كان نفسه يوصل الكهرباء عن طريق الهواء مش الأسلاك، ومكان الهرم وخاصة الأكبر على خطوط الطول بتاعة الأرض، يعني في نص الكرة الأرضية بالظبط. وكمان الغرف اللي جواه معمولة من أحجار الجرانيت اللي هي أصلا موصل جيد للكهرباء. وكمان شكل الهرم هندسي كويس جدا لتوجيه الطاقة. اوعى تكون تهت يا صديقي، ده احنا لسه هنتكلم. اللي الدكتور زاهي حواس قاله إن كل النظريات دي خزعبلات ملهاش أي أساس علمي، وخصوصا الدراسة اللي قالت اكتشاف مدينة كاملة تحت الأرض. الباحثين اللي قالوها قالوا فرضية ملهاش أي أساس نهجي علمي، ودي حاجة العالم مش عايز يسمعها. عايزين يتحكي قصص زي الفضائيين والعوامل الخفية، وبالتالي طبيعي الحلقة تكون بالنسبة للمذيع سيئة. وأنا هنا في ما وراء الحاجات مش هسيبك يا صديقي غير لما تعرف كل حاجة. قصة قاعة السجلات دي
برضو ملهاش أي أساس علمي. دي حكاية قالها راجل في بداية القرن العشرين اسمه إدغار كاسي. ده راجل روحاني يعني بالبلدي مشعوذ وملهاش أي أساس من الصحة. أما الفراغ اللي اكتشفوه تحت مخالب أبو الهول دي نتيجة حركات الأرض عادي جدا، ما اكتشفوش فيها حاجة. أما حكاية إن الفضائيين بنوا الأهرامات ملهاش برضو أي أساس من الصحة، وخصوصا إنهم اكتشفوا بقايا أفران وبيوت كانوا موجودين لعمال اللي بنوا الهرم. ونيجي بقى لحتة مولد طاقة دي نقف عندها شوية. هو إن الجرانيت فعلا موصل جيد للكهرباء، بس في مباني كتيرة جدا معمولة منه. اشمعنى الهرم؟ القصة كلها والتفسير الوحيد للحكايات دي هو إن العالم عايز ياخد من المصريين أهم ملامح الحضارة ويقول مش هم اللي عملوا كده، وإن دول أكيد فضائيين. بس يا صديقي المصريين برضو جامدين، والأهرامات اتبنت بأيادي مصرية 100%. قولي أنت شايف فعلا إن ممكن يكون الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات في الكومنتات. ولو كنت على الفيسبوك اتأكد إنك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.